الغاية من موضوعي لأن الفيديوهات تقطع. اوكي، اول شيء خلينا اشرح لكم. هذا مشروم اورجانيك جاهز اوريدي مقطع. بالاول لما تحطون المشروم تعتقدون انه هو واجد، فحطوه في شيء صغير لانه بعدين راح يكش. فحطيت له زبدة فرنسية اورجانيك، حطيت له زيت زيتون. الحين بحط له شوية ملح، بعد كذا بحط له كريمة الحليب، الكريمة الاورجانيك. الكريمة موجودة في نظام الطيبات مش ممنوعة. بحط شوية خل يعطي حمض. اوكي، اللي يفضل خل الابيض عشان ما يغير اللون. طيب، ايش اللي خلاني قاعدة اقول موضوع الصحون وكذا وهالامور في موضوع الثراء؟ اللي تعلمته ان سبحان الله ربي يعينك لما انت يكون عندك الادوات حق الثراء كاملة. ليش؟ لان لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله اذا كان رزقك من الله سبحانه وتعالى، لان الارزاق انواع، في شيء ربك يرزقك اياه، واذا بتبيع مخدرات يرزقك اياه الشيطان. اوكي، واذا بتبيع واذا تغسل اموال يرزقك الشيطان، واذا بتبيع اعضاء يرزقك الشيطان، واذا بتمارس اي مهنه فيها ضرر للناس انت رزقك شيطاني مش رحماني. اللي رزقه رحماني سبحان الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما راح يعطيك الثراء اذا ما كنت انت بادي من الصفر ومستعد لهذا الثراء في مرحلة الرضا، في مرحلة انك تكون حياتك من داخل ثرية. زي ما قلت لك، تجوع تعرف تطبخ، تعطش تجيب ماي لنفسك، عندك فكرة تطلعها وتشتغلها. شلون افسرها يا ربي؟ ثراء يبدأ من الداخل. انت كمرأة اذا ما كنتي تطبخين وتغسلين وتسوين وتنظفين وتغسلين صحون، اتكلم صدق يمكن راح تربطونها ربط غبي وتاخذون الفيديو وتقصصونه، طيح الله حظكم اذا سويتوا. زين، ما اقصد انت ومتابعين، اقصد الحيوانات. حرفيا غسيلك للصحون او غسيلك للحمام او تنظيفك بيتك كرجل حتى، زين، تنظيف مكانك اذا ما عندك حد يساعدك. اذا عشت حالة الاستغناء عن الناس اغناك الله. شكرا، هذا اللي ابي اقوله. فانا جالسة امارس هذا الشيء الان مع نفسي بكل صدق، اني انا جالسة اعيش حالة استغناء عن الناس. من وحدة قادرة يكون عندي 1000 من يخدمني، لكن جالسة اسوي الاشياء في نفسي انا ومستمتعة جدا. من بعد ما كنت لو اشوف حد يغسل صحون كذا اسوي، ما احب اغسل صحون، لو تذبحوني والله العظيم اكش. كنت ارتعب من فكرة غسيل الصحون، اموت. بيبو تعرف هالشيء حبيبتي. لحمة ما امسكها بيدي، لازم حد يغسلها لي وحد يسوي. يعني انا فقط لما اجي اطبخ انا بس اطبخ، ما امسك شيء في يدي، طلوع كبدي هذا كله كله كليت نعل، كله تغير واصبح عبارة عن متعة. اصبحت اول ما اصحى ابي اروح اغسل صحون، ابي اغسل حمامات، انظف البيت، اكنس، اغير الفراش، انظف السفرة. لاحظت لما ابتديت هذا السيستم في امور والله صار فيها انفراج ما كنت متوقع لها انفراج. ليش؟ لان حسيت ان الله سبحانه وتعالى طالما انت تكافئ نفسك في المعرفة وفي العمل الجيد الله بيكافئك. سموه ثراء. هذا اللي كنت ابي اوصله. وعندي لكم شيء ثاني مهم مرة بقول لكم اياه لما بعلمكم شلون تسوون الستيك. اوكي، هذا بنظام الطيبات موجود، المشروم في نظام الطيبات موجود، والكريمة في نظام الطيبات موجودة، وانا الان على نظام الطيبات. أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، من بعد ما الدنيا علمتنا كيف نكون صح ونشتغل صح وحياتنا تكون صح، أبى أوريكم طريقة في حاجة اسمها بوتيتو فورنو في الإيطالي، لكن أنا ما أبي أسويها في الفرن. هي البطاطا أوكي على الطريقة الإيطالية. وش يسوون؟ يجيبون البطاطا، سلكتها أنا في جدر الضغط، حطيت زبدة، حطيت زيت زيتون أورجانيك، شلتها من جدر الضغط، لسه ما حطيت ملح، الملح آخر شيء. بعدين وش يسوون؟ هم يحطونها في الفرن. أنا على الأسرع ما أبي أحطها في الفرن، يحطونها كذا أوكي. بعدين تعملون زي كذا، بس ضغطة واحدة للبطاطا
من غير ما تكون ماشت، يعني ما بتكون مهروسة كامل ولا بتكون صلبة. اسمها بوتيتو فورنو بالإيطالي، يعني بطاطا الفرن. هذه أسرع من الفرن بنفس الطريقة، هم يحطونها في الفرن عشان تكون كريسبي من كل الجهات. شوفوا كده بتكون. فيك ترشون عليها روزماري. اوكي، انا بعد مو مطلعه السبايسيز حقي، فما اعرف وين الروزماري حقي وهاي الاشياء. اوكي اهو. تحطون زبده اكثر من زيت الزيتون، بعدين بترشون الملح، تحطون روزماري اذا تبون اعشاب اكثر شيء، يعني مش بهارات، لا تحولونها ستايل شرقي، خلوها اوروبي. انا استخدم هذا الملح اللي هو السلتك، اللي هو هذا اكثر ملح في الكون، في كمية معادن موجود، اكثر ملح صحي. واول ما اصحى احط رشة على لساني مع ماي وعسل من عنده، عشان هذا اسرع غذاء للخلية. اوكي، فوش اسوي؟ شوية تخلون النار مهي واطية عالية. اوكي، بعد ما عملته كذا فتجي البوتيتو، تخيلوا لانها هي مهروسة من داخل، انا اوريدي طابختها في جدر الضغط، لكن مع القشر راح تجي من برا كريسبي كذا محمشة، ومن جوا راح تجي سوفت مرة، يعني طعمها يهبل، لذيذة راح تجي حيل. اوكي، سو بوتيتو فورنو ان شاء الله اكون علمتكم اياها. هذا المشروم شوفوا كيف صار، مشروم في الكريمة. فيكم تحطون ليمون اذا مش متبعين نظام الطيبات، متبعين نظام الطيبات تحطون خل، تستعيدون عن الليمون في الخل. اوكي، وبعدها بسوي الستيك بوريكم، بقلبها بعد شوي بتشوفونها. هذه شوفوا كيف صارت البوتيتو، تحمرت، قلبتها على طول، لا فرن ولا شيء. انا اعزائي المشاهدين اعزائي المتابعين ساعلمكم كيف تعملون هذا ستيك الانجوس اللي هو الجراس فيد الاورجانيك. اوكي، لسه جايبته. اوكي، هذا الريب اي. شو تسوون؟ تسخنون اول شيء المقله، هذه المقله اللي عندي انا تيتانيوم. اوكي، تحطون الزبده وايميديتلي تحطون اللحمه علشان الزبده ما تكون احترقت. شو نسوي؟ يب على طول، هي اوريدي اللحمه فاتي. اوكي، اتس اوريدي فاتي، بس ما فيكم تحرقون الزبده. يوجوالي في ناس تحط روزماري، تحط ثوم. اوكي، ما عندك مشكله اذا حطيت. انا بحط الملح اخر شيء، يعني الان حطيت. شوفوا هذا الملح ما يملح كثير، فبحط كميه من عنده، لكن 2 minutes side، بعدين 2 minutes وجه، بعدين 2 minutes side، يعني دقيقتين كذا. بعدين علشان الجوس اللي جواها ينحبس جواها ما يطلع برا. مش يقول لك هذه اللحمه جوسي بيكوز انحبس جواها الجوس حقها. لما تعمل لها الصدمه هذه، صدمه الفاير، تكون النار عاليه، بعدين كذا تعملون دقيقتين. اوكي، انا راح ارجع اعملها بس عشان التصوير ما نقعد دقيقتين. بعدين كذا دقيقتين تعملون لها هذه الصدمه، بعدين كذا دقيقتين. شوفوا من كل الجهات. تمام، فبكذا انا حبست السائل جواها، فراح تكون جوسي. الان وش اسوي؟ ارجعها زي ما كانت، نار عاليه. الستيك ما يتحط على نار واطيه لانه يصير يرمي السوائل حقه، يصير سلق مو بشوي.